في سنة 1918 ده كان موعدنا مع ميلاد بطل حلقتنا النهاردة. 1918 كانت ميعاد ميلاد الفنان الكبير محمد فوزي عبد العال، الشهير بمحمد فوزي، مطرب وملحن كبير جدا. محمد فوزي ترك لينا إرث عظيم من الألحان والأغاني، أكثر من 400 أغنية أو حوالي 400 أغنية ترك لينا محمد فوزي بصمته المميزة ولونه الرائع. من أشهر أغانيه حضراتكم أغنية شحات الغرام واللي يهواك هواك، وكمان أغاني الأطفال أغنية ماما زمانها جاية، محدش يقدر ينسى الأغنية دي. محمد فوزي أول من أسس شركة اسمها مصر فون لإنتاج الأسطوانات، وكانت تعد أول شركة إنتاج أسطوانات في الشرق الأوسط. وبعد تأميمها حضراتكم وأصبح فيها موظف أصابه المرض، حيث أنه في لندن سنة 1965 لما سافر للعلاج ما عرفوش يشخصوا حالته وما عرفوش إيه نوع المرض اللي عنده. وبعديها بشهرين حضراتكم سافر ألمانيا، والمستشفى الألماني اللي كان بيتعالج فيها كتبت تقرير إنها مش عارفة نوع المرض، وسمي مرض فوزي، أي مرض نادر، مرض محدش عارفه إيه. بعد كده عرفنا إنه هو مرض سرطان العظام والعياذ بالله. في سنة 1966 رحل الفنان الكبير عن عالمنا محمد فوزي بعد أن ترك لينا بصمات كثيرة. حضراتكم محمد فوزي من ضمن ألحانه الجميلة المخلدة أغنية يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، وكمان قام بتلحين النشيد الوطني لدولة الجزائر الشقيقة. محمد فوزي فنان كبير، فنان ترك لينا إرث عظيم وجميل من الألحان والأغاني والأفلام السينمائية الجميلة. عن 48 سنة في عام 1966 رحل عن دنيانا وعالمنا الفنان الكبير محمد فوزي، وترك رسالة قبل ما يموت بساعات فحواها انه بيتقدم بالشكر لكل انسان رفع دعاء او رفع ايده بالدعاء له بالشفاء، ورجه تحية لكل طفل ممكن يكون اسعده باغانيه الجميلة. أغنية ماما زمانها جاية من أجمل الأغاني اللي غناها محمد فوزي. محمد فوزي أحد أعلام الفن المصري. عن 48 سنة رحل عن عالمنا محمد فوزي. الفنان محمد فوزي كان واجب إن احنا نلقي عليه الضوء، واجب علينا إن نتكلم حتى ولو مقطع بسيط عن حياته، برغم الفترة الزمنية البسيطة اللي هو عاشها، لكن ترك لنا بصمات كبيرة. رحم الله الفنان الكبير محمد فوزي، ووفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.